في يوم من الأيام كان في واحد دايما يجي عند عمارة فريد الأطرش ويقف ويتفرج عليه ويبص عليه، وكل ما يجي يقرب منه الحارس بتاع فريد يبعده. البواب بقى اللي هو حارس عمارة فريد الأطرش لاحظ الموضوع ده، وراح للشخص اللي بيجي يبص على فريد، والحارس فريد زقه وسأله: انت مين؟ قال له: انا موظف اسمي طه متولي شغال في صدناوي، وانا ساكن في العمارة اللي وراك على السطح، وانا بحب فريد جدا وبحب اشوفه هو رايح حفلاته. ومرت ايام كتير لعند البواب اللي هو حارس العمارة قابل الفنان فريد الأطرش وحكى له الحكاية. على طول الفنان فريد الأطرش قال له: تعالى معايا وريني العمارة دي. وبدأ يطلعوا السلالم لعد لما وصلوا السطوح، وفضل ينادي: يا أستاذ طه يا أستاذ طه. فتح الأستاذ طه لقى فريد الأطرش في وشه، خده بالأحضان وشكره جدا على حبه ليه، وقال له: انت على طول تجيلي، قلت اجي مرة اقعد معاك واجي مرة ليك. وكمل فريد الأطرش كلامه وقال له: أنا بستمد قوتي الفنية من جمهوري اللي زيك يا أستاذ طه، وأنا جيت النهاردة مخصوص عشان أجيلك زي أي واحد من جمهوري أنا بحبه. السؤال هنا بقى: يا ترى هل أخلاق الفنانين الموجودين دلوقتي، سواء فنانين في الغنى أو ممثلين أو من أنواع الفن، حد بيعمل كده زي فريد الأطرش؟